هل الزمالك استحق النهارده الخسارة أمام شباب بلوزداد؟ ومين اللي يتحمل الخسارة بتاعة النهارده؟ سؤالين إجابتهم بسيطة جدا. الزمالك استحق الخسارة النهارده؟ الزمالك ما استحقش الخسارة، الزمالك لعب وأدى، مفيش توفيق. اللعيبة ما عندهاش ثقة في نفسها إن هي ممكن تكسب، سلسلة الهزائم المتكررة خلت عندهم عقدة أو مشكلة، وثقة في نفسهم قليلة. الزمالك النهارده لعيبة في حركة، في تحركات، في بس في مشكلة، نقطة فنية. السبب فيها مش فيريرا، السبب فيها مش فيريرا. هنرجع ونقول لعيبة نص الملعب الموجودة في نادي الزمالك: دونجا، رؤى، عمرو السيسي، الاتنين مركز 6، مفيش حد بيلعب مركز 8 اللي هو إمام عاشور ومشي. وما أوجدتش بديل ليه، أو جبت بديل بيه ومش عارف تأيده. يبقى مين اللي اتحمل خسارة النهارده؟ اللي اتحمل خسارة النهارده هو الإدارة. كلام واضح وصريح، الإدارة تتحمل الخسارة، ولازم يكون في هيكلة إدارية اللي اتكلمنا عليها في الفيديو اللي فات، عشان تقدر تصحح مسارك وترجع تنافس. تنافس فين؟ مش في الدوري، ما الدوري خلاص خلص، عشان نكون منطقيين. عشان ترجع تقدر تنافس في أفريقيا، لكن لازم المشاكل الإدارية نقدر نحلها ونسويها في الوقت الحالي. مشاكلنا مع اتحاد الكورة احنا لحد دلوقتي ما رفعناش دعوة ليه في الفيفا. هو احنا يا جماعة انتوا قاعدين مستنيين ايه؟ الفيفا اتحاد الكورة ده مش هيتحرك، الموضوع دخل في عين، مش هيتحرك غير لما الزمالك يقدم شكوى في الفيفا. فيا عم الحاج، يا مجلس إدارة، روحوا اشتكوا في الفيفا عشان ناخد حقنا وعشان اللعيبة دي تتأيد. أحمد بالحاج أنت محتاجه، ما عندكش حد يربط بين الدفاع والهجوم. النهارده الزمالك بيلعب خطين دفاع. امبارح قلت لكم ان في فرقة شباب بلوزداد اقوى خط عندها هو خط نص. خط نص عندهم عمل ايه؟ خلى زيزو و... وسيد نيمار والجزيري في ناحية، وخط النص والدفاع في حتة تانية. واقف كده ستارة بينهم. مفيش لعيب يقدر يربط بين الخطوط، اللي يقدر يربط بين الخطوط كان المفروض يبقى زيزو. تمام. وكنت لعبت يا ابراهيم نضاي يا اما مصطفى شلبي، وكنت لعبت يوسف أسامة. ده اللي كان المفروض يحصل. بس في نفس الوقت انت عندك أجنحة انت فقدتها. قوة الزمالك السنة اللي فاتت كانت في الأجنحة، قوة الزمالك السنة اللي فاتت كانت ممثلة في بن شرقي اللي ما عرفناش نعوضه، ما عرفناش نجيب بديل بيه. للأسف في الأوقات اللي زي دي، فعلا الماتشات الكبيرة اللي زي دي أو الماتشات أفريقيا دي، أنت هتفتقد واحد زي بن شرقي ده، هتعرف قيمته في الماتشات اللي جاية لما تشوف الفراغ اللي هو سابه في فرقة نادي الزمالك. صراحة لعيب كواليتي ما حدش يختلف عليه. بس دايما الزمالك كده يقدر يجيب لعيبة كويسة ما يقدرش يحافظ عليها. عكس الأهلي، شوف علي معلول ده بقاله كام سنة بيلعب في الأهلي، مع إنه يعني دلوقتي داخل في حاجة و30 سنة. من 2016 معاهم ما فيش مشكلة، ما سمعتش الأصل عايز يمشي، أصل هو أصل. لا، اللعيبة بتيجي الأهلي ما بتخرجش. عكس الزمالك، الزمالك ما بيقدرش يحافظ على نجومه. وعلى فكره مش مشكله الاداره الحاليه برضه، عشان نكون منطقيين ومنصفين. الزمالك طول فترات حياته عنده مشكله ان هو بيحافظ على النجوم اللي بتيجي، مش اللعيبه، النجوم اللي بتيجي. حتى حازم امام حازم اول ما طلع لعب سنه سنتين وبعد كده سافر ورجع ومش عارف ايه وبتاع ايه. عكس الاهلي، اللعيبه بتطلع ما بتخرجش. عماد متعب ده كان احسن لعيب، ما خرجوش غير في مره، فتره كده كان هو اصلا عايز عايز يرجع الملاعب، كان عنده مشاكل، ما علينا يعني. بغض النظر عن اهلي وبغض النظر عن المقارنات، دلوقتي احنا بنتكلم في نقطتين مهمين جدا، الا وهما المشاكل الاداريه واللي اتكلمنا عليها في الفيديو اللي فات. نرجو تصحيح الاخطاء، نرجو من الجماهير الدعم. مفيش حاجه ورانا غير الدعم. هندعم اللعيبه، ندعم الجهاز الفني، ماليش دعوه بالاداره، سيبها على جنب، اركنها على جنب. احنا بندعم عشان الكيان يا جماعه. الفرقه محتاجه الدعم، فرقه محتاجه تفوق. مش هنفضل نخبط فيهم ونشتم في اللعيبه و ما هو الكلام ده مش نهايته هتبقى حاجه كويسه، عشان تبقوا فاهمين يعني. في لعيبه ما خدتش مستحقاتها، وفي لعيبه عندها مشاكل، وفي برضه مش قصتنا ولا منطقنا. الزمالك النهارده ادى كويس، ادى اللي هو يخليه، اللي يخليك انت كمشجع ها في امل في الماتشات اللي جايه. الامل ده مش كبير برضو، مش عايزين برضو نتكلم في، لا الامل مش كبير، لان احنا عندنا مشكله كبيره جدا جدا جدا، هي ربط بين الدفاع، ربط بين خط النص والخط الهجوم. وعندنا مشكله في راس الحربه. سيف الجزيري من ساعه ما راح كاس العالم فقد ثقته، فقد هويته، وفقد لعبه. والزمالك محتاج مهاجم. وانا كنت شايف وكان افضل
ان هو يوسف اللي هو لا اللي هو اللاعب اللي جه من دجلة، يوسف حسن، كان يقدر ياخد فرصة ويشارك. حسام أشرف كان يقدر ياخد ويشارك. إبراهيم نضاي كان ممكن يلعب مهاجم، بس معرفش ليه إبراهيم نضاي ما لعبش. هل هو لسه مش مكتمل؟ هل هو في مصاب؟ هل ما اعرفش برضو، لان انا مش هقدر احكم، لان الحكم على حاجات مسبقة مش عارفين مصيرها ايه. سامسونج النهارده استبعدوه من التشكيل. طب انت طب كنت محتاجه النهارده؟ مش محتاجه ان هو اللي هو اللي ابن العفريت اللي ما لا، بس سامسونج كنت محتاج انت مهاجم تاني ترميه جنب سيف. سيف النهارده كان اداؤه سيء جدا جدا جدا، وكان ممكن لو حد مكان سيف الجزيري ومهاجم فايق كان زمان النهارده كان خلص الماتش من كورتين ثلاثة في اول الماتش. خير، وإن شاء الله نلتقي في ماتشات تانية نكون منتصرين فيها.